لسه خارج من فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، وده واحد من اكتر الافلام المنتظره السنه دي. هل كان على قدر التوقعات؟ يلا بينا نشوف. العملية المرة دي مش زي أي عملية. كل اللي عملناه في حياتنا كوم، والعملية دي كوم تاني خالص. أنا معاك حتى لو على رقبتي. آخر مرة، بعدها هنبطل. وزي ما احنا متعودين ان في واحد من ولاد رزق بيتخطف في كل جزء، وهو اللي بيحكي القصه والاحداث طوال الفيلم. مبدئيا كده قبل ما نتكلم عن الفيلم او نتكلم عن اي حاجه، هل الفيلم اصلا عجبني ولا ما كانش على قدر التوقعات والدعايه الضخمه دي؟ الفيلم خطير، رهيب بمعنى الكلمه. وخلونا نبدا سريعا مع ابطال الفيلم ومع حفظ الالقاب للجميع. الفيلم من بطوله احمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، اياد نصار، محمد ممدوح، كريم قاسم، وعلي صبحي، واسماء جلال، ونسرين امين. وزي ما احنا متعودين من ولاد رزق في كل جزء ان هم بيقولوا اخر مره وهنبطل ومش هيحصل تاني، ولكن بيضطردوا عواقب افعالهم من زمان، خاصه مع نهايه وقفله الجزء الثاني وخروج معلم صقر من السجن، عشان يضطروا يرجعوا للحرام من تاني ويعملوا عمليه واحده اخيره، ولكن هي مش اي عمليه. فبيجمع رضا اخواته وبيقول لهم ان دي هتكون العمليه الاخيره. على مستوى القصه الفيلم ما قدمش جديد، يمكن ده اللي كنا بنشوفه في الاجزاء اللي فاتت، ولكن على مستوى الاكشن الفيلم بيعلي على نفسه وبيوصل لليفل كسر سقف التوقعات. اكشن رهيب وحماس طول الفيلم، وتصوير مفيش اروع من كده. مشاهد متاخده وان تيك ووان شوت بنشوفها في افلام عالميه زي ميشن امبوسيبل وجون ويك، وكادرات تصوير خطيره جدا. وفي الحقيقه انا كنت خايف ومقلق شويه ان الفيلم يكون اتصرف عليه بالشكل المهول ده. الفيلم مصروف عليه اكتر من 8 مليون دولار، وفي الاخر ما يطلعش بيقدم الشيء المطلوب منه، ولكن مش ده اللي حصل تماما. الفيلم فاجئني وكسر توقعاتي. الفيلم فيه ضيوف شرف هتحبوهم، انا مش هحرق لكم طبعا واقول لكم مين ظهر في الفيلم، لكن في ناس طبعا كانت واضحه من التريلر ومن البوستات اللي اتسربت، زي طبعا النجم كريم عبد العزيز، واللي ظهوره في الفيلم بشكل خاص هيودينا للجزء الرابع بدون اي شرح تفاصيل او بدون اي حرق. لما تتفرجوا على الفيلم هتفهموا كلامي. في مشهد كده في اخر الفيلم لما يظهر ودى الحماس في حته تانية، هيخلينا مستنيين الجزء الرابع بفارغ الصبر. وحقيقة المؤلف صلاح الجهيني والمخرج طارق العريان اشتغلوا كويس قوي على الجزء ده، بحيث يقدروا يخرجوا افكارهم بشكل افضل على الاجزاء اللي فاتت. في مشاهد اتعملت حلو قوي واتعملت باحترافيه كبيره. المشهد الافتتاحي للفيلم واحد من افضل المشاهد اللي شفتها في افلام على مدار الفتره الاخيره. ومشهد المطارده اللي كان في الرياض كان واحد من افضل مشاهد الاكشن اللي انا شفتها، رغم انه يبان مش جديد او ما قدمش اكشن بشكل جديد، ولكنه كان مليان اثاره وحماس. يمكن الحاجه الوحيده اللي ضايقتني ان الفيلم، واصلا هو كده كده مذكور ان الفيلم من تصنيفه زائد 16 سنه، ولكن ان الايحاءات والالفاظ كانوا زياده شويه في الجزء ده. فتنويه بسيط، الفيلم ده غير مناسب للعيله، هو فيلم شبابي تقدر تشوفه مع اصحابك، والاكيد انك هتخرج مبسوط جدا من الفيلم. نيجي لاداء الممثلين. احمد عز كالعاده بيعمل دور رضا رزق بمنتهى السلاسه، وواضح انه حابب الدور وحابب السلسله، عشان كده بيمثل بمنتهى الاريحيه. عمرو يوسف، ويمكن هو اللي كان شايل خط الكوميديا في الفيلم المره دي، عجبني جدا وضحكني كتير في الفيلم. علي صبحي كان كويس جدا في الفيلم، ويمكن هو اللي كان المفروض ماسك خط الكوميديا، ولكن يعني في اول الفيلم يمكن نقدر نقول في اول ساعه يعني ما ضحكنيش كتير، ولكن في النص التاني من الفيلم ابتدت الكوميديا تعلى وكان دمه خفيف جدا وقام بالدور بشكل كويس. يمكن الحاجه بس اللي كنا محتاجين نعرفها ازاي هو بدأ مع ولاد رزق وازاي اتربى معاهم، الخلفيه جت منين، يعني الراجل ده جه منين. احنا اتفاجئنا ان هو موجود في الفيلم. اسماء جلال كانت لذيذه وحبيت الدويتو بتاعها مع عمرو يوسف، ونسرين امين برضو وده كان خفيف، ما كانش يعني ادائهم الاثنين ما كانش مؤثر قوي في الفيلم، ولكن كان وجودهم لذيذ. محمد ممدوح اداؤه كان كويس جدا، ما كانش اقل من الاجزاء اللي فاتت، ولكن ما اقدرش اقول انه كان اعلى، ولكن كان اداء حلو جدا في الجزء ده. حابب بس اتكلم عن دور الفنان احمد الرافعي. الراجل ده موهوب بشكل خطير، كاريزما وقبول وطبقة صوت مميزة بشكل رهيب. مسلسل الحشاشين في رمضان كان هو الراوي اللي بيحكي القصة وبيحكي أحداث كل حلقة، لكن أنا ما كنتش أعرف مين اللي كان بيتكلم لأن هم ما كانوش بيكتبوا الاسم، ولكن عرفت بعد كده إن هو بيقوم بالأداء الصوتي للراوي في المسلسل. أما آسر ياسين فبكل بساطة هو إضافة للفيلم. آسر ياسين علّى من الجزء ده بشكل رهيب، قايم بدور السايكو المجنون اللي مش فارق معاه حاجة ولا فارق معاه حد. كاريزما وقبول رهيب جدا، وأتمنى نشوفه في فيلم بقى لوحده خاص بشخصية الشايب عشان نعرف ازاي بدأ وازاي ايه العربية، ايه المكان اللي هو عايش فيه. الفيلم ده كان المفروض بيقولوا ان هم هيعملوه من 3 أو 4 سنين، ولكن لسه ما شفناش يعني اي حاجة رسمية او مؤكدة عن الفيلم، ولكن لازم يتعمل فيلم لوحده لآسر ياسين عشان الشخصية دي جذابة وعشان الشخصية دي تستاهل ان هي تعمل لها فيلم بعيدا
بعيدا عن عالم ولاد رزق. سيد رجب كالعاده بيعلي على نفسه في دور المعلم صقر، هيبه ورهبه مش طبيعيه لشخصيه المعلم صقر، وهو واحد من اكتر الناس اللي عجبتني في الجزء ده. كريم قاسم عمل كام مشهد اكشن وتنطيط وباركور كانوا بصراحه في منتهى الروعه، ويحسب له انه في مشاهد عملها بنفسه، وحاسس انه نضج في الجزء ده على الجزئين اللي فاتوا. طيب من الاخر كده الفيلم يستاهل انه يدخل سينما ولا لا؟ وهل فعلا عجبني؟ بكل بساطه طبعا عجبني. اكيد هتخش الفيلم وهتطلع منه مبسوط. فيلم مليان اكشن متكامل وكوميديا، وفيلم لذيذ وخفيف. يمكن تعليق السلبي بس انا قلته في الفيديو، اتمنى ان هم ياخدوا بالهم في الجزء الجاي. متحمس للجزء الرابع جدا خاصه بعد ظهور كريم عبد العزيز، واتمنى اشوف كريم عبد العزيز في دور كبير في الجزء الجاي ويكون واحد من ابطال الفيلم. بس كده دي كانت مراجعتنا لفيلم ولاد رزق الجزء الثالث. برشح لكم ان انتوا تشوفوا الفيلم شبابي بامتياز، وبالتاكيد ده هيبقى رقم 1 في ايرادات العيد ورقم 1 في ايرادات السينما المصريه. لو عجبتكم الحلقه فضلا اعملوا لنا لايك واشتراك للقناه، تابعونا على صفحات السوشيال ميديا بتاعتنا، ولو اتفرجتوا على الفيلم سيبوا لي رايكم في الكومنتات. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.